منتخب مصر هيفتتح مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 بمواجهة منتخب الرأس الأخضر. في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 في المغرب، منتخب مصر يقع على رأس مجموعة تضم كل من منتخب كاب فيردي ومنتخب بوتسوانا ومنتخب موريتانيا. منتخب مصر شارك في بطولة كأس الإفريقية في 26 نسخة من أصل 34 نسخة. في خلال 26 مشاركة للمنتخب المصري، منتخب مصر تأهل إلى البطولة مرتين بدون تصفيات ومرة بصفته حامل اللقب. منتخب مصر تأهل لبطولة إفريقيا 23 مرة من خلال التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة. منتخب مصر انسحب من تصفيات إفريقيا في 3 مناسبات. الثلاث مناسبات كانوا أعوام 1965 في تونس، و1968 في إثيوبيا، و1982 في ليبيا. منتخب مصر فشل في التأهل لبطولة إفريقيا من خلال التصفيات في 5 مناسبات. المرة الأولى كانت عام 1972 في الكاميرون، و1978 في غانا، و2012 في غينيا الاستوائية والجابون، و2013 في جنوب إفريقيا، و2015 في غينيا الاستوائية. قل لي يا صديقي، هل منتخب مصر قادر على الوصول إلى بطولة إفريقيا 2025 في المغرب ولا لا؟ مستني رأيك في الكومنتات، وسلام.